بحضراتكم مرة أخرى يسعدني ويشرفني أن يكون معي الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. وصديقنا الدكتور عمرو حمزاوي طبعا غني عن التعريف، وأنتم عارفين رأيي في الدكتور عمرو حمزاوي. كنت أتمنى أنه يبقى يعني الجماهير تلتف حوالين عمرو حمزاوي زي ما هي ملفوفة حواليك. مساء الخير دكتور. ربنا يخليك. شرفنا دكتور. مساء الخير. ربنا يخليك. ازيك يا دكتور احمد؟ يا هلا محمود بيه. انا بقول قول. لا يعني طبعا الواحد بسم الله الرحمن الرحيم. الاول سعيد طبعا ان انا اكون مع حضرتك. شرفتنا. ويكون اول ظهور مع حضرتك في وجود الدكتور عمرو. ربنا يخليك. لكن حقيقي احنا اول ظهور ليك في لا مع حضرتك. معايا. لا لكن حقيقي الواحد اكيد كلنا زعلانين على اللي بيحصل في مصر، بس الزعل اللي عندنا حقيقي يعني غضب شديد قوي. انت لما اخواتك واللي ربوك واللي علموك بيتم كل صور الاعتداء، كل صور الهجوم الشرس لمصلحة مين يعني النهارده لما تلاقي واحد بشر حي بيتم حرقه تحرق بالنار، ولما تلاقي بشر برضو بشر يعني وبيتم سحلهم وبيتم ضربهم وحته وايه شويه عيال وصبيه. انت بتتكلم على ايه؟ بتكلم على المراره بتاعت امبارح. ما شفتش مرارات كتير قوي اللي حصلت قبل كده. ما انا جاي لك طبعا في الكلام. شفت الشباب بتاع البطاطا بس انا هقول لك فاكره؟ هقول لك بقى شفت حماده صابر فاكره؟ بس انا هقول لك شفت القلم اللي الاخ ضربه للبنت فاكره؟ بس انا هقول لك اشمعنى دي عامله لك مراره قوي ودول مش مصريين؟ لا بس انا جاي لك في الكلام. يعني دول مش مصريين؟ انا طبعا اي عنف. اشمعنى دي جايبه لك مراره قوي؟ ما سمعناش هذه المراره لما شفت عيل صغير عنده 12 سنه مضروب بالرصاص. بس في فرق ما بين ولما شفت سحل اراده ممنهجه واخده تعليمات واضحه وصريحه، وانا جاي ومتحفز وحاشد خلاص يبقى احنا عندنا تنظيم ممنهج ومنظم اقوى منكم. خلاص لا خير وبركه. لا انا لابد نعترف. انا بس عايزك طبعا تعرض اللي انا اديتهم. هنعرض اللي انتوا عرضتوه في المؤتمر الصحفي. ما فيش حاجه ثانيه اكتر من كده. في حاجه ثانيه اكتر من كده. انا بس عايز اقوله ايه، ان احنا البلد بتتجر لمعارك غير اخلاقيه. بيتجاب في البلد قبل الاخوان اجوان والكل بيخسر. حقيقي الكل بيخسر لان المعارك الغير اخلاقيه. انا بس عايز اسال سؤال لأي سياسي ولأي معارض ولأي، سواء بعيدا حتى عن الألوان السياسية، أي معادلة عشان تطلع نتائج سليمة ما ينفعش يبقى فيها رقم كبير، ولو حتى لو رقم صغير. بس أنا أتكلم في رقم كبير قوي اسمه المنتفعين من الوضع السابق. كل المنتفعين بيزنس وفلوس وأوضاع فاسدة. بتكلم في فساد، بتكلم في الفساد، فساد سياسي وفساد مالي وكل انواع الفساد دي. ينفع اخرج دول من اي معادله سياسيه ما بيني وما بين دكتور عمرو وما بيني وما بين حضرتك وما بين اي اختلاف ما بيننا؟ يبقى النتيجه كده تطلع غلط. يعني انا لما اقول النهارده فين مثلا زي البلطجه المنظمه اللي حصلت امبارح دي والاجرام بكل معنى الكلمه، دول سيبك من اللي ظهروا وحرضوا، بس دول بلطجه اتسمنت فين؟ اين تم تسمين هذه البلطجه؟ ده النظام السابق اللي كان بيربيهم ومحفظهم ومعلمهم وبيحركهم وبالأجرة. فأنا النهاردة لما أعمل نفسي كأن الرقم ده أنا مش شايفه، أول واحد هيتغاضى عنه بكرة لما الأيام هتلف وتتغير هيقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ويتقال إن أنا أصل ده ما بيفرقش معايا، ده بيشتغل بالأجرة، اللي بيدفع له بيشتغل له لحسابه. فبالتالي أنا النهاردة الفاسدين دول واللي أجرموا في حق الشعب وسرقوه ونهبوه لسنين طويلة اختفوا، اتبخروا. اللي كانوا بيعلموا الناس الإجرام عشان يوظفوهم من أجل مصلحة استقرار النظام السابق واستقرار الكرسي بتاعه تابوا على إيد الإخوان. سيادتك أنا اللي أنا عايز أقوله تستفزني غاية الاستفزاز. طب ليه؟ مش قادر أسكت عليك. أنا عايز أسيبك تكمل كلامك. أنا بس عايز أقول إيه؟ بس دي مسؤولية مين؟ طب أنا همسك البلطجية. طب جميل، أنا هتكلم في النقطة دي. أنتوا لسه مش مدركين إنكم في الحكم وفي السلطة. طيب. أنت معاك رئيس الجمهورية ومعاك وزارة الداخلية ومعاك وزارة الدفاع. لموا الناس من الشارع البلطجية دول. تمام. لما أنت بتقول إن دول البلطجية بتوع النظام السابق،
في جهاز امني في البلد عايزين يطهروا، ما بتطهروش ليه؟ تمام. انت ناسي. تمام. انا والدكتور عمرو حمزاوي احنا في الشارع. تمام. احنا بنقعد نقول كلام. تمام. انما انتوا دلوقتي الحكومه. تمام. انت المسؤول. تمام. عن هذا الفساد. تمام. وعن هؤلاء البلطجيه. طب دول تحت رعايتك كشعب. طب خليني بس الاول قبل ما نخش في هذه القضايا. انت هتتكلم ولا؟ بالظبط. انا بس عايز اتكلم النقطه دي. اولا اي معادله هنيجي نفكر فيها ما نطلعش رجاء تبان واحنا بنعمل حساباتنا. نبقى حاطين في بالنا ان في اجرام متجذر وماسك جامد جدا وبيتم انتزاعه. حاطين النظام الجديد ده اتكون، يعني الجسد كله اتكون ولا هو الرأس فقط وبعض المؤسسات وعايزين بنقول كل شويه بنقول نستكمل بناء مؤسسات الدوله عشان نحافظ على البلد، عشان الاستقرار، عشان يبقى في اطراف. لا، عشان يبقى في اطراف، عشان الرئيس اللي هو رأس الدوله ده مش هيتحرك لوحده، ده عايز جسد يتحرك من اجله. فانا النهارده الاجرام اللي انا اشوفه امبارح ده وحرب الشوارع اللي بتتم، انت هتفضل واقف عند امبارح؟ لا بس ما خد بالك، ما اصلا ما اتغطتش. انت عارف قناه امبارح كانت بتجيب ايه؟ افلام وفيلم العيد اللي جاي. تطبخي ايه؟ هي حر. لا، ما حر ايه بقى؟ معنى كده ان انت بقى مش يبقى حقوق الانسان بقى وكل ما يتم الكلام عنه ده، دي مش قضيه الاعلام. سيادتك يعني انا النهارده بس وقعه فرديه تمت مثلا زي سحل الموقف المقزز بتاع موقف حماده. لازم تدرك ان القنوات الفضائيه هي حرة فيما تذيعه وليس لك سيطرة عليها. لا طبعا. تذيع فيلم أجنبي، تذيع فيلم عربي. جميل، بس ورغم ذلك لما يكون المساجد ربنا امبارح متحصن. ورغم ذلك انت العدسات السي بي سي، الدريم، الاون تي في، احنا طبعا كنا 24 ساعة على الهواء. لا بس انا هقول لك لا الكلام ده ما كانش مش سليم طبعا. انا بستثني البعض طبعا. ممكن يكون قناه النهار طبعا جابت والسي بي سي. لا بس انا بتكلم بس كل الناس اصل ده مش والأون تي في لايف جايب 24 ساعه. مش هتعرف تقنع الشارع ان امبارح 3 مساجد من بيوت ربنا بيتضرب عليها مولوتوف ونار وحجاره وما تبقاش قضيه وطن النهارده. منعوا الناس يصوروا، ما تبقاش محتاجه وقفه. انت عرفت تصور المساجد؟ يعني هو ده السؤال؟ ده السؤال السليم في الوقت السليم. لا لما اجي النهارده اكلمك عن احنا ما زعناش دوت يا استاذ دكتور احمد. احنا ما زعناش لان القنوات اتمنعت انها تروح تصور عند المساجد. ما عرفناش نوصل، حاولنا نوصل ما عرفناش، ولذلك لا انتوا عرفتوا ولا احنا عرفنا. يبقى اذا ما نفعش اجيب فيلم اعيش الناس في وضع جميل ومبسوط، اصل هم الاخوان هم اللي بيتدبحوا. يعني القضيه هل دي تبقى معادله منصفه؟ انا هسيب لك بقى الدكتور عمرو يرد عليك. لا بقى انا بس هتكلم عن موضوع الشرطه بعد ما الدكتور عمرو يتكلم. وبعدين انا برضو نقطه بس النهارده ختمت بيها، ان كرامه اي صحفي ومهني والقصه دي احنا ما عندناش عداوه مع هذه المهنه بكل وضوح. احنا بس بنطلب من الاعلام انه لا ينضم الى معادله سياسيه فقط. طيب محمود، انا بس عايز اقول نقطه. طبعا الادانه اللي قالها الدكتور عمرو، انا عايز برضو بعد ما يتعرض الفيديوهات علق على اعرضوا لنا الفيديوهات يا جماعه اللي حصلت النهارده عشان نخلص من قصه امبارح دي. شوف نخلص من قصه يعني استاذ محمود بس يعني دول اخواتك وولادك وابائك. انا هقول لسيادتك والاجرام اللي تم. ما تحمليش ما لا اقوله. انا عايز اخلص في الحوار من قصه امبارح عشان نرجع للاصل الموضوع، عشان المشاهد يستفيد مننا. احنا العنف قلنا كلنا ضده يا فندم. انا النهارده قضيه لما شفنا واحد يا دوبك بيتفسخ من هدومه وموقف مقزز، عشنا ليله كامله في كآبه مع حماده المسحول، صح كده؟ والنهارده عندي 176 حاله، منهم 26 حاله النهارده دلوقتي وانا بكلم حضرتك ورونا السحل ما بين الحياه والموت. ورونا السحل وما ياخدوش حقهم ولا كأن يعرض. فبالتالي انا لما اجي اعرض قضيتي ولا في وزن، اصلا ما فيش وزن في الطرح. احنا عرضنا المؤتمر الصحفي بصوره كلها كامله يا فندم. انا ليه بتقولوا الكلام ده؟ مش بتكلم على حضرتك ولا بتكلم على المنبر ده. لا انا بتكلم على المنبر ده يعني في وسط منابر كتيره